بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ساعة إجابة. فأقول لجميع من يسمعنا ومن يشاهدنا ومن حضر معنا أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن الخاتمة. الحمد لله، زيارة طيبة لولاية وهران، يعني ولاية قرآنية بامتياز. نشكرهم على حفاوة الاستقبال في مسجد الأمير عبد القادر تحت إشراف الشيخ بحري البشير وكل الطاقم يعني اللي معه. أقول لهم جزاكم الله كل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل ما تلوناه في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وجزاكم الله كل خير. والله فترة من رمضان إلى الآن يعني الشعب الجزائري حقيقة يغار يعني على أهل القرآن وأهل الدين. الشعب الجزائري يعني ما نقدرش نوصفه لك، نقول لك لا، هو شعب ما شاء الله. فالجزائر بخير ومهتمة بالقرآن وبأهل القرآن وبالدين. يعني أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. أولا هذا الشيء ليس بيدي أنا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن هو أنعم علينا بهذه النعمة، فالحمد لله كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح للعباد والبلاد. ومن هذا المنبر يعني ندعو كل الأشبال والصغار والكبار، يعني هلموا إلى القرآن. القرآن منهج حياة، القرآن يعني يعلمك كل شيء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. DZ News، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.